شايف الحصان ده؟ حصان زي أي حصان، بس الغريبة إن لولا الحصان ما كانش بقى في حاجة اسمها أفلام. مش عشان بيركبوه في الأفلام، لا 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 لا. بص يا سيدي، في أواخر القرن ال19 سيطرت موضة جديدة كده على الرسامين وهم بيرسموا الحصان في أي عمل فني، بإنهم يرسموه بيجري ورجليه اللي قدام واللي ورا متعلقين في الهوا، زي كريستيانو كده لما بيعمل جامب بيقف جزء من الثانية في الهوا. غريب كريستيانو فعلا. المهم الناس وقتها اتسألت، هل فعلا الحصان بيكون طاير في الهواء وهو بيجري جزء من الثانية؟ لحد ما جت سنة 1872 وقرر حاكم ولاية كاليفورنيا يثبت ده. جمع مجموعة من المصورين وحط مجموعة كاميرات في صف واحد وصوروا الحصان وهو بيجري، وفعلا أثبتوا ده لما المصور إدوارد جمع كل الصور اللي اتصورت وعرضها بشكل متتابع على جهاز اسمه زوبراكسسكوب، وعملوا أول فيلم في التاريخ بعنوان The Horse in Motion. بعيدا يعني عن إن حاكم كاليفورنيا ما عرفش إيه علاقته بالموضوع، نسب فضل عمل أول تجربة فيلم في التاريخ لنفسه، ولكن يعتبر فيلم راوند هيك جاردن سين هو أول فيلم تم تصويره في التاريخ، وده لأنه كان بيحتوي على شخصيات. الفيلم اتعمل سنة 1888 وكان عبارة عن 12 صورة معروضين بالتتابع زي فكرة الحصان كده. مدة الفيلم ثانيتين، ثانيتين اللي هو صباح الخير تصبح على خير. قد يكون الأمر تافه بالنسبة لك، بس صدقني الحدث ده وقتها زي لما أجيلك النهاردة وأقولك أنا اخترعت آلة زمن. نيجي بقى لسنة 1895 عشان نتكلم عن أول فيلم في التاريخ اتعرض في السينما، فيلم واكا ليفين ذا لوميير فاكتوري، وهو فيلم بيعرض مشهد لعمال خارجين من مصنع الإخوة لوميير. قيس على كده أفلام قصيرة كتير ما تزيدش عن 50 ثانية، ومن ضمنها أول فيلم كوميدي في التاريخ وأول بوسة في السينما. وبعد إنتاج الأفلام دي بشهر اتعرضت كل الأفلام دي في الإسكندرية في مصر. ومن الجدير بالذكر أن مصر مرتبطة بالسينما من أول ما ظهرت سنة 1896، وكمان الإخوة لوميير صوروا مشاهد تسجيلية في مصر. في سنة 1915 لابيلو جريفيث أخرج أول فيلم طويل مدته 3 ساعات ونص واسمه Breath of a Nation، والفيلم ده يعتبر هو الأساس لقواعد السينما لوقتنا هذا. في سنة 1923 مصر قالت كلمتها في موضوع الأفلام ده، وأخرج محمد بيومي أول فيلم مصري صامت باسم برسوم يبحث عن وظيفة. أيوة زي ما بقولك كده، فيلم صامت. وعاوز أقولك إن كل الأفلام اللي كلمتك عنها دي صامت لحد ما جت سنة 1927 واتعرض أول فيلم ناطق في التاريخ باسم مغني الجاز، وانتجته شركة وارنر براذرز وأخرجه آلان كروسانت. الفيلم ده حصل على جائزة الأوسكار الخاصة واللي اتكتب عليها جائزة أول فيلم ناطق والذي أحدث ثورة في صناعة السينما. وأخيرا مصر تقول كلمتها يوم 14 مارس سنة 1932 وتعمل أول فيلم مصري عربي ناطق في التاريخ، وهو فيلم أولاد الذوات، سيناريو وحوار يوسف وهبي وإخراج محمد كريم، وبطولة يوسف وهبي وأمينة رزق وأنور وجدي وسراج منير ودولة أبيض. مبدئيا كده الفيلم ده اتمنع من الرقابة بحجة إنه بيأثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وفرنسا، وده لأن الفيلم كان بيحكي عن شاب مصري ثري اتجوز واحدة فرنساوية، والست الفرنساوية دي خانته وسرقت فلوسه، وده اللي خلى الشاب يتجنن. فليه وليه بقى يا سيدي؟ وختم أحد مسؤولي فرنسا وقتها كلامه في خطاب صريح وقوي بعبارة إحنا ستاتنا يعرفوا الأصول كويس، أوروفار. المهم يعني الفيلم ده بعد فترة اتعرض تاني وبقى هو أول فيلم ناطق في تاريخ السينما المصرية. تخيل إن كل التطورات اللي حصلت للسينما على مر الزمان كان سببها الحصان. إيه رأيك دلوقتي؟ مش يستحق هو كمان التكريم وجائزة أوسكار؟